السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما متعودين مع بعض قبل ما بنبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده معانا وجبة كروية دسمة جدا 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 مليئة بالأحداث الكروية. طبعا احنا امبارح عارفين ان مباراة الزمالك والمصري انتهت لصالح المصري بنتيجة 3-2، رغم ان الزمالك كان متقدم 2-0. المصري يعود بالرومنتادا القوية والتاريخية يقصو الزمالك 3-2 بعد ما كان الزمالك متقدم 2-0. المصري يرجع برومنتادا تاريخية. في اللي بيحصل يا جدعان؟ الزمالك فعلا بقى خلاص بقى ينزل، خلاص الزمالك مش عارف ايه اللي بيحصل فيه. الزمالك بقى المركز السادس. متخيل؟ الزمالك اللي كان بينافس على المركز الاول واللي كان بطل الدوري الموسم اللي فات بقى المركز السادس. ايه اللي بيحصل في الزمالك؟ محدش عارف فعلا. هل دي لاعبين وحشين؟ هل المدربين؟ في لخبطه في الزمالك بتحصل محدش عارفها لحد وقتنا هذا. طبعا النهارده كلنا نبارك ونهني ونفرح ونقول شابوه يا كولر، شابوه لكولر. 3-0 للاهلي النهارده على غزل المحله، ويحرز الهدف الاول العش في مرماه بالخطأ، والهدف الثاني علي معلول علولو يحرز الهدف الثاني. المخيف يحرز الهدف الثالث. محمد شريف يعود من جديد ويحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي. كده الأهلي تربى على صدارة الدوري برصيد 47 نقطة بفارق فرق 7 نقاط عن نادي فيوتشر. طبعا احنا كلنا فرحانين ان الاهلي يدخل على المباراة القادمة يوم 10 القادم امام بيراميدز نهائي كأس مصر بروح ومعنويات فنية عالية جدا، وروح ومنتشي بالفوز النهارده بنتيجة 3-0. حاجة كويسة ومريحة جدا، وكولر بدأ عامل حاجة عجبتني فعلا بجد. انا فرحان ان كولر بدأ يعمل الحاجة دي اللي هو تدوير بين اللاعبين، وحاجة كمان عملها حاجة كويسة اللي هو سياسة تدوير ما بين حراس المرمى. بدأ يدي لعلي لطفي فرصة انه يلعب، ان هو بدأ الاثنين بدأوا يعمل بينهم تدوير. فده حاجة كويسة جدا ان كولر عملها دي تتحسب له. طبعا كلنا نتمنى ان الاهلي يفوز في المباراة القادمة امام بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم 10 القادم. ده بجد حاجة كويسة لينا احنا الاهلي يفوز، ونتمنى كلنا ان الاهلي يفوز ويوصل بكأس مصر تحت قيادة كولر. طبعا النهارده كان في مباراة تاريخية ما بين ريال مدريد وبرشلونة. ريال مدريد يقصو على نادي برشلونة بنتيجة 4-0 في الكامب نو تشهد مباراة ولا أروع، مباراة تاريخية ما بين نادي ريال مدريد وبرشلونة. ريال مدريد يضرب ولا يبالي، يقصو على برشلونة بنتيجة 4-0. وانتظرونا بعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة في كأس مصر في بث مباشر. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.